السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا شانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى جايب لكم النهاردة مع بعض في الفيديو مكان جميل جدا جدا للخروجات في القاهرة، وسعره رخيص جدا، وكمان ينفع لأسرة كاملة إن هي تروح تقضي في المكان ده يوم كامل، وهو حديقة السلام أو حديقة السادات. اسمها حديقة السادات بالسلام، بس هي مشهورة في المكان كله باسم حديقة السلام. بس كالعادة دايما في بداية الفيديو بنطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لحضراتكم كده في المقدمة، الحديقة اسمها حديقة السادات. مكانها قريب جدا جدا من محطة السلام. هتركب الدائري وتقول له نزلني السلام او مدينة السلام، او نزلة الدائري عند الموقف الجديد. ومن هناك هتركب اي عربية تقول له وديني حديقة السادات او حديقة السلام. بالظبط دقيقتين من هناك تكون وصلت للحديقة. الحديقة دي مكان كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين، وفيها كمان قاعة افراح، والقاعة مجهزة تجهيز عالي، وكمان فيها ملاعب كورة، وفيها مدينة ملاهي صغيرة كده حلوة قوي للأطفال. ف وكمان فيها أنشطة كتير جدا، هوري لحضراتكم حتى من خلال الفيديو. يعني بالصدفة كده وأنا هناك لقيت إن في تدريبات لكرة القدم. هوري لحضراتكم من خلال الفيديو. فمكان حلو قوي، الأسرة ممكن تيجي فيه يوم كامل، وشفت فيه أسر كتير قوي جايبين معاهم أكل، وقاعدين بقى بيتغدوا فيها وبيقضوا يوم كامل في الحديقة ديت. وهي سعرها رخيص جدا، سعر دخول الفرد 5 جنيه فقط. أيوة زي ما حضراتكم سمعتوا كده، 5 جنيه بس للفرد لدخول الحديقة دي، والأطفال كمان بيدخلوا مجانا تقريبا لحد سن 6 أو 8 سنين. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو في تدريب. الملعب ملعب طبعا ملعب نجيلة صناعي، وفي تدريب اهو شغال. فاللي حابب ان هو يقدم اشتراك لابنه او حاجه لكرة القدم موجوده، وقاعة الافراح اللي عايز يعمل اي مناسبة برضو موجودة للمكان. شايفين حضراتكم كل ده باركينج، اللي معاه عربية يقدر ان هو يخش يركن في المكان ده. مكان كبير قوي لو حد جايب عربية او حاجة. وبعد كده هنبدأ بقى نشوف منطقة الجناين. حديقة كبيرة جدا للأسرة، ممكن تقضي فيها وقت، ممكن الأولاد يلعبوا فيها. أوري لحضراتكم زي ما احنا شايفين كده الأسر موجودة. أنا كنا كمان رايحين بعد العصر، زي ما حضراتكم شايفين الأسر كلها موجودة، وهتلاقيهم بقى الشباب بيلعبوا زي ما هم عايزين. وكمان جوه في مدينة ملاهي هوريها لحضراتكم بعد شوية. هوري بس لحضراتكم دلوقتي بس المساحات الخضراء في المكان. وهنلاقي كمان موجود هناك فوتوغرافرز، شباب كده معاهم كاميرات، اللي حابب يتصور او يعني ياخد فوتو سيشن هناك. اللي فيه ولاد كتير موجودين بكاميرات موجودين، اللي حابب ان هو يتصور. بصوا حضراتكم معايا كده، وفي هناك كمان تندات. كمان الحديقة دي فيها من جوه محلات، يعني بيبيعوا فشار، بيبيعوا مثلا الحاجات اللي هي الشيبسي والحاجات دي موجودة. وفي كمان تندات موجودة للقعاد اللي مش حابب ان هو يقعد على الارض. وفي برجولة هناك او اكتر من برجولة موجودة. بالاضافة كمان ان في كافيتيريا اللي حابب ان هو برضو يروح يقعد عليها. يعني معظم الخدمات اللي انت محتاجها جوه الحديقة موجودة هناك. حمامات موجودة برضو. ف يعني الواحد لو هيروح يقضي هناك يوم كامل ميبقاش فيه اي مشكلة. في كل الخدمات اللي انت هتبقى محتاجها موجودة في المكان دوت. بوري حضرتك اهو من خلال الفيديو. وزي ما حضراتكم شايفين كده، فيه اهوت مطعم، وفي زي كافيتيريا كده موجودة. والمكان فيه زي ما حضراتكم شايفين كده كراسي او تندات كده للقعاد. وفي هنا كافيتيريا موجودة، وفي كافيتيريا كمان في ظهر المطعم دوت. و في زي مدينة صغيرة كده للألعاب أو الملاهي، حلو قوي. الأطفال برضو ممكن يدخلوا ينبسطوا فيها. وهنروح كده عليها كده أوري لحضراتكم الألعاب الموجودة في المدينة دي. بس الأشجار حلو قوي، وكمان يعني الواحد ممكن يروح هناك يقضي وقت لطيف يعني. تعالوا كده أوري لحضراتكم المدينة بتاعت الملاهي، ندخل كده ونشوف ايه اللي فيها. يعني فيها كام لعبة كده حلوين. ده المدخل بتاعها. والألعاب الموجودة هناك أسعارها بتكون
10 و15 و20 جنيه تقريبا. دي الأسعار بتاعة الألعاب هناك. ففي ألعاب مثلا ب10 جنيه للأطفال الصغيرين، وفي الألعاب الكبيرة بتبقى ب20 جنيه. وطبعا ده برضو رقم برضو يعني إلى حد ما رخيص جدا. ما هو الأسعار لو أنت هتروح مثلا أي مدينة ألعاب أو حاجة بتبقى الأسعار قد كده مرتين تلاتة يعني لعبة العربيات دي ب20 جنيه الفرد. اللعبة دي اللي هي بتاعة الأطفال، زي ترامبولين كده، اللي هي مثلا تقريبا ب10 جنيه الفرد. اللعبة دي ب20، الساقية ب20، وهكذا. دي الألعاب الموجودة. هوري لحضراتكم برضو إن شاء الله فيديو كده للألعاب دي وهي شغالة. بس هي بتفتح طبعا المدينة من بعد المغرب، بيبقى عشان بيبدأ يكون في ناس كتير، فالألعاب بتشتغل بشكل كبير بالليل بعد المغرب كده. وادي الكافيتيريا اللي بقول لحضراتكم عليها، ودي كلها مساحات ومناطق ممكن الأسرة تقضي فيها وقت. وعايز أقول لحضراتكم إن في اليوم ده كان العدد مش كبير، بس لقينا بعد كده في أسر بتيجي مثلا متأخر شوية، وفي اللي مش حابب مثلا يبقى في ناس بيجيبوا معاهم زي فرش كده يحطوه على الأرض ويقعدوا عليه، وفي اللي مش حابب بيحب يروح يقعد في الكافيتيريا وهكذا. والأسعار برضو هناك رخيصة، ما هياش غالية. المكان ده يعني مكان بسيط، ما هوش طبعا مكان كبير، بس طبعا الأسعار فيه رخيصة جدا. تعالوا كده نشوف مع بعض بقى مدينة الملاهي بالليل زي ما قلت لحضراتكم. ونشوف كده مع بعض الألعاب. في بعض الألعاب وهي شغالة نشوف كده مع بعض. طبعا الحديقة بالليل بتبقى شكلها لطيف، بس في المدينة بتبقى فيها الإضاءة أعلى، وبنبدأ نشوف الألعاب بقى وهي شغالة. هوري حضراتكم كده كام لعبة وهم شغالين. في لعبة دي اللي اسمها لعبة المركب، برضو لعبة لطيفة قوي. تقريبا برضو التذكرة فيها تقريبا 15 أو 20 جنيه الفرد. ولعبة السلسلة تقريبا دي برضو الفرد فيها ب10 أو 15 جنيه. مش متذكر أوي الأسعار، بس هو أغلى لعبة هناك ب20 جنيه. ودي كمان لعبة بالأطفال اللي هي زي ترامبولين كده، بيطلعوا وبيتزحلقوا عليها. برضو لعبة جميلة جدا، والفرد برضو فيها ب10 جنيه. وطبعا لعبة العربيات الأطفال بيحبوها جدا، والتذكرة فيها ب20 جنيه. يعني دي معظم الألعاب الموجودة في المدينة، وبجد حاجة جميلة جدا وممتعة للأسرة كلها. وزي ما قلت لحضراتكم مكانها مش بعيد خالص من الدائري في السلام، وتقدروا تروحوا تقضوا هناك يوم كامل بسعر رخيص جدا، والأولاد كمان هينبسطوا. بس ده كده بخصوص الرحلة بتاعتنا النهاردة. وكالعادة في نهاية كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وادخلوا على القناة عندنا هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا جدا، ورحلات عملناها كتير قبل كده ان شاء الله تعجبكم. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.